النهارده إن شاء الله هنتكلم عن قصة أبا الدحداح مع الشاب اليتيم. أول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في شاب يتيم قاعد جنبه راجل بخيل جدا، هو عنده نخل كده كتير، فالولد حب يعمل سور يعني ايه يقسم بيه بين بيته وبين نخل الراجل التاني. فكان في النص نخلة تعترض الطريق، يعني ايه حاجز كده مش مخليه الولد يعرف يعمل السور. فراح الولد للراجل اللي هو المفروض ان هو غني برضه معاه فلوس، قال له انا عايز معلش اقطع نخلتك دي عشان اعدل السور. فالراجل قال له لا، دي نخلتي وانا عايزها ودي غاليه عليا. راح الولد قال له طب انا هشتريها منك واقطعها. قال له لا مش هبيعها لك. فالولد رايح للرسول يشتكي له. فالراجل قال له ايه، قال له انا عايز النخله بتاعتي مش عايز اقطعها. فالرسول قال له عليه افضل الصلاه والسلام، قال له ايه، قال له طب اقطع النخله دي واديها لليتيم، اديله النخله وخليه يقطعها وانا اضمن لك نخله في الجنه. يعني ايه يمشي فيها الراكب 100 عام ما يجيبش اخرها.